فكل قبيح في القبح يتجنبها المؤمن ويبتعد عنها المسلم لأنها مما يكره الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أبغض إليه الفواحش من الله عز وجل حتى إنه ولذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لكراهية الحق عز وجل للفاحشة حرمها. والفاحشة كما علم الأبناء ليست خاصة بفاحشة الزنا واللواط، وإن كانت هذه من أعظم الفواحش عند الله. ففي الزنا يقول تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال في الأخرى وهو ينعى على تلك الأمة المسخوطة التي سخط الله عليها وأبادها: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فرأس الفواحش وأم الفواحش فاحشة الزنا واللواط، ولكن دون ذلك كل خصلة من معتقد أو من قول أو عمل، كل خصلة قبيحة واشتد قبحها وفحش فهي فاحشة. وذكرنا بالأمس أن البخل يعد فاحشة، والبخيل متفحش وفاعل الفاحشة. كما أن سؤال الناس تكفرا من أجل توفير المال، سؤال غير المحتاج منا فاحشة. وهكذا نجد الفواحش بأعداد كبيرة، منها ما جاء النص بتسميته فاحشة، ومنها ما يعرفه الناس من طريق واقع الخصلة وفعلها وتأثيرها. فالمجتمع القرآني الإيماني الإسلامي الذي شاء الله عز وجل أن يكون المجتمع المرحوم، المجتمع القائد، لا توجد فيه الفواحش، ويجب أن تطهر البلاد منها. فما هي الوسائل يا ترى التي تمكن المسلمين من تطهير بيوتهم وديارهم وبلادهم من الفواحش؟ هذه الوسائل عديدة، نستعرض منها ما أمكن استعراضه تذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين. أولا، حرم تعالى علينا أن ننطق بالفاحشة، إذ قال عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن ينطق بالكلمة الفاحشة أبدا. ومن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة أنه ليس بالغليظ الفظ ولا الفاحش ولا السباب ولا اللعان. والرسول يقول: ليس المؤمن أيضا بالفاحش المتفحش
ولا بالسباب اللعان. ويقول البذاء من الجفاء، والبذاء النطق بالفاحشة والقول السيء والكلمة القبيحة. فلا يجري على لسان المؤمنين والمؤمنات كلمة يستحي المؤمن أن يسمعها أو يقولها. ويعود المؤمنون ألسنتهم على الطهر فتصبح طاهرة، تتحدث مع المسلم طول العام فلا تسمع كلمة قبيحة. وهذا مرده إلى التعويد والمران والرياضة. أذكر أن عيسى عليه السلام كان من هذا النوع الذي لا ينطق بالسوء أبدا، وكأنما أهل القرية لا أقول حسدوه ولكن تململوا، رأوا أنهم يخالفون عيسى في حياته، فلماذا يتميز عليهم ولا ينطق بالسوء أبدا؟ قالوا إذن ننصب له فخة ونوقعه فيها. فماذا صنعوا؟ جلسوا فمر حاشاكم خنزير بين أيديهم، فقالوا يا روح الله يا عيسى ما هذا؟ ظنوا أنه يقول لهم خنزير فيقول كلمة سيئة، فقال حيوان، وسقط في أيديهم وعرفوا أن الرجل من طبقة أخرى ليست من طبقتهم. ما استطاعوا أن ينتزعوا منه كلمة خنزير، ما هي بفاحشة قبيحة، لكن هذا الحيوان مبغوض محرم الأكل، فعدم النطق باسمه أولى تنزها للسان عن أن ينطق بمثل هذا اللفظ، فقال حيوان بدل أن يقول خنزير. وعشنا مع العجائز في الحارة والقرية ونسمع آداب عجيبة. المرأة تقول لابنتها يا فلانة امشي اطلبي لنا عسل، يا خالتي أمي تقول أعطيني شيء من العسل، وتعني به القطران. لما نسمي القطران عسلا؟ أدبا، لأن القطران مادة محرقة منتنة سوداء، ما تفاجئ بها المرأة تقول أعطيني قطران أعطيني عسل. الملح من الآداب التي يعيش عليها المسلمون قديما. يا عمتي أمي تقول أعطيني شيء من الربح، ما تقول الملح، لأن مادة الملح معروفة مرة وملح وجاج. وهكذا آداب كثيرة ويجد فيها المواطنون لذاذة ويتفاوتون في السمو والعلو النفسي. وهكذا مجتمعنا الإسلامي يعيش على آداب خاصة، منها أنهم لا ينطقون بالفاحشة أبدا. لماذا؟ لأن النطق بها يخفف من بشاعتها، وإذا خفت بشاعتها على النفس مالت إليها، وإذا مالت نفس العبد إلى الفاحشة ارتكبها. ثانيا حرم الله تبارك وتعالى علينا أن يقول مؤمن لآخر يا فاعل كذا،
فمن قال لمؤمن يا فاعل أو فلان فعل كذا زنا أو لواط أو يبنى الزنا، هذه الكلمة عدها الإسلام جنحا ومخالفة بل جريمة، ووضع لها حدا وهو جلد 80 جلدة بالصوت أمام جماهير المؤمنين. لماذا؟ إذا قال رجل فلان يفعل، يقال له أحضر 4 شهود على أنهم رأوه يزني وما هو بقادر ولا مستطيع، من أين له؟ فالقضاء قضاء عدل يطالبه بالشهود، شهودك أو حدا على ظهرك، واحدا من 2. فإذا عجز يجلد أمام المسجد بعد صلاة العصر، حيث طائفة من المؤمنين تشاهد إقامة الحد 80 جلدة. لماذا؟ لأنك إذا قلت يا فاعل وسمعها ولم يغضب ويطالب بحقه، معناه أنه أقر أنه فعل. ثانيا، إذا كان أقر ذاك يسهل عليه أن يفعله، إذ كان له حياء حجاب يستره عن الفاحشة ويبعده منها، فإذا زال ذاك الحجاب لأنهم قالوا سمع الناس، إذا لم يبقى هناك مانع من أن يرتكب الفاحشة. يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: من كانت له آمة جارية فزنت فليجلدها الحد ولا يسرب. ما معنى التسريب؟ ما يلوم ويعتب ويعنف بالقول يا فاعل ما تستحين، أين حياؤك، أين دينك، كذا كذا، لا، يقيم عليها الحد ولا يسرب. لماذا؟ لأنه إذا أخذ يمقتها: ترتكبين الفواحش ما تستحين، يا زانية، يا فاجرة، يا عاهرة، شيئا فشيئا تقبل ذلك وتستأنس به. الذي كانت تعيش عليه من الحياة زال، مزقناه، تصبح تزني. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال الإيمان ألا يسربوا عليهن إذا فعلن الفاحشة، ولكن يقيموا عليهن الحد. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ولكن والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فهذا الذي يرمي المحصنات من النساء والمحصنين من الرجال. من هو المحصن أو المحصن؟ العفيفة والعفيف، لأن الذي عرف بالزنا وأقيم عليه حد أو لم يقم، فما دام قد عرف به ما يتأثر إذا قيل له يا زاني، لأن الحصانة زالت، لكن الذي ما زالت حصانته معه ومناعته لديه. فمن قال له كذا رماه، كما ترميه بالعصا أو الحجر، ترميه بالكلمة وتقذفه بها. هؤلاء إذا لم يكن لهم شهداء 4 فاجلدوهم أولا 80 جلدة،
ثالثا تسقط عدالتهم في المجتمع، ما يصبحون يتمتعون بالحصانة كما يتمتع بها غيرهم. إذا جاء ليشهد في قضية بالمحكمة يرفض، لا تقبل له شهادة، لأنه قال الكذب ورمى مؤمنا بالفاحشة. وأولئك هم الفاسقون، تسجيل على أنهم فاسقا. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن التوبة لا ترد إليهم اعتبارهم في المجتمع. نعم تقبل توبتهم ويسقط معنى الفسق، ولكن الجلد لا بد منه الذي هو حد، والشهادة كذلك لا تقبل، وإن كان الجمهور على أن التوبة تجب ما قبلها ويعود إلى المواطن اعتباره الأول وتقبل شهادته. هذا بعد التوبة. ثالثا إذا كان الرجل رمى زوجته، اتهم زوجته وقال لها يا زانية، تطالب بحقها، تنفي التهمة عنها، وهذا واجب المؤمن. في هذا الباب ما فيه تساهل، لأن السكوت معناها رضا، ونحن نخاف إذا سكت المرء وأقر ذلك معناه أنه مستعد ليفعل الفاحشة، فلا بد من دفعها. فإذا رمى الرجل زوجته وقال زانية ترفع به دعوى، لأنه حطم كرامتها وكرامة أسرتها. فحينئذ لا بد من شيء اسمه الملاعنة، إما أن يأتي الزوج ب4 شهود يشهدون على أنها زنت، وهذا شبه المستحيل، لأن إيجاد 4 شهود عدول من المؤمنين العقلاء يشهدون أنهم رأوا الفاحشة ترتكب، رأوا ذلك بأعينهم. هذا صعب، والحمد لله هذا من ستر الله، لأن الله حيي ستير يحب الستر. هذا من باب الستر على المؤمنين. فطلب 4 شهود قانونا، ولكن ما يتأتى، لكن كونه ما يتأتى لا يمنع أن تكون هناك مادة في الدستور. فحينئذ إذا عجز عن 4 شهود ينتقل إلى الملاعنة، فيحلف بالله 5 أيمان ويلعن نفسه في 5 ويقول أشهد بالله لقد رأيتها تزني، أشهد بالله إن فلان لزانية مثلا. وفي 5 يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والقاضي يسمع لجماعة المؤمنين حتى إذا شهد 4 شهادات يقول له القاضي قف، إنها الموجبة التي توجب غضب الله. بمعنى إذا كنت اتهمت للمؤمن بالباطل اعترف وتجلد حدا على ظهرك، وما هناك حاجة إلى أن تدخل جهنم. إنها الموجبة التي توجب اللعنة. فإذا صمم لأنه رأى مثلا وقال لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رمى به امرأته، حينئذ يؤتى بها هي، أي فلانة سمعت ما قال زوجك؟ قال سمعت. صادق أم كاذب؟ فإن قالت صدق ولقد زنيت تؤخذ بعدما تعترف 3 مرات 4 مرات، تؤخذ لإقامة الحد عليها. إن كانت حبلى ينتظر بها وضع الحمل، وإن كانت موضع ينتظر بها فطام الولد، توقف حتى يحين الوقت الذي يقام عليه الحد، فيقام عليه الحد فتطهر طهارة كاملة ولم يبقى عليها درن. فإن هي
ما اعترفت، آثرت الحياة وخافت من الموت وردت أيمانه، فشهدت بالله 4 شهادات، وتقول في الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذا شهدت 4 شهادات قال القاضي قفي إنها الموجبة، تأملي موقفك. فإن أقدمت وقالت في الخامسة لا غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ماذا حصل؟ الذي تم أن الزوج قال الذي قال فقط وسواس وغيره ووهم، وهذا شأن الرجولة والغيرة يعذر. انتبهتم؟ وشرفه مصون وعرضه محفوظ، لأن امرأته كذبته ما فعلت، ولو كانت فعلت. والمرأة كذلك رأسها مرفوع إلى السماء، وأسرتها وعائلته كلها شريفة، لأن ابنتهم ما زنت. كيف؟ لأنها حلفت، ردت تهمتها، تهمة الزوج، بأيمان مغلظة كأيمانه، فهي بريئة الساحة. وإن كانت قد تلوثت، لكن بالنسبة للواقع أهل البلاد كلهم يعترفون بكرامتها وكرامة أسرتها، فانتفت الشبهة نهائيا. ومع هذا القضاء يفرق بينهما فلا يلتقيان أبدا، فلا تحل له ولا يحل لها إلى يوم القيامة، تحريم مؤبد. لما؟ لأن القضية بلغت إلى درجة المحكمة والقضاء والتلاعب. كيف يرجعان؟ لا معنى للرجوع أبدا، حرام تحريما أبديا بلا خلاف. انتبهتم؟ فتاخذ طريقها وياخذ طريقها. وحفظت كرامة الزوجين، وحفظت طهارة المجتمع، وبقي المؤمنون في سكون واستقرار، وأن إخوانهم لا يأتون الفاحشة. فلاحظ كيف طارد الله الفاحشة من الألسن، لأن الحديث عنها والتحدث بها يخفف من قبحها من النفس، وحينئذ ترتكب. ثالثا من العوامل التي وضعت لطرد الفاحشة من بلادنا والقضاء عليها من مجتمعنا الإسلامي، إذا تحدثت مع زميلك وحدكما وقال سبحان الله فلان قالوا يزني، قل له والله ما هو بصحيح، لا تصدق، كذب. هذا واجبك أنت. هذا حدثك أخ من إخوانك وقال فلانة تفعل أو فلان يفعل، إياك أن تصدق، حرام أن تصدق. انتبهت ولا لا؟ وإن كان من الهند، ما هو بن عمك، بمجرد ما يقول لك فلان يفعل أو فلانة تفعل قل لا أبدا أنا ما أفعل، كيف هو يفعل؟ وفي هذا يقول تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. أنا لما تقول لي الحاج خليفي فعل أقول لا والله ما يمكن، لأني أنا ما أفعل، لماذا هو يفعل؟ المؤمنون بعضهم أولياء بعض. تفاهتم ولا؟ فإذا كنت أنت ما تفعل كيف تقول فلان يفعل؟ كيف تصدق من يقول؟ فلا نسمع فاحشة ونقبلها، قول هذا ما يكون أبدا. مؤمن مسلم رأيناه معنا في المسجد يرتاد كيف يزني؟ ما يزني، أنت واهم غالب. لماذا نقول هكذا؟ وإن كان أنه فعل، لكن من باب طرد هذه الفاحشة من بيننا حتى ما تجد لها مكان في قلوبنا أو عقولنا، لأننا لا نريد أن نسمع بها حتى لا تكون. خامسا
حرم الله علي وعليكم وعلى كل المؤمنين والمؤمنات. حب أو رغبة أن فلان يزني، لو يخطر على بالك تتمنى تفرح لما يقال فلان زنى، تشعر بالارتياح، هذا محرم. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الذي يرغب في داخل نفسه أن يزني فلان أو فلانة، بمعنى يرتاح. بعض الناس يرتاحون يتشفون، وإلا يسهل عليهم أن يسمع هذا ويفرح به. هذا الحب القلبي توعد الرب عليه بما نسمع: إن الذين يحبون أن تشيع أي تنتشر ويعلن عنها الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهي مطاردة للفاحشة من أين؟ من القلوب، حتى من القلب ما تجد مكانا أبدا في قلوبنا ولا تستقر، مبغوضة مشؤومة قبيحة نطاردها بمعصية من ساحتنا. خامسا من هذه العوامل الواقية يا أبنائي، حرم الله علينا أن يدخل المؤمن إلى بيت أخيه قبل أن يستأذن ويؤذن له. والجماعة يقولون: ولماذا الحجاب؟ فماذا نصنع مع هذه الآيات؟ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ومعنى تستأنسوا تستأذنوا، وكيفية ذلك أن تقف إلى جنب الباب وتقرعه قرعا خفيفا وتقول: السلام عليكم أدخل، مرة أولى. السلام عليكم أدخل، مرة ثانية. السلام عليكم أدخل، فإن قالوا تفضل ادخل دخلت، وإن قالوا ارجع ارجع. وارجع ولا تغضب، تقول: أهانوني وأغلقوا الباب في وجهي وما اعتبروني شيء وقالوا لي ارجع. يجب أن ترجع وأنت فرحان أيضا، لأنك أطعت الله ما أطعتهم. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم أطهر لقلوبكم ونفوسكم. أذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن يوما بيت أحد الأنصار ولعله الربيع ابن الربيع، فجاء قرع الباب واستأذن: السلام عليكم أدخل. وصاحب المنزل في البيت ومعه ولده صغير محمود، ويقول: وعليكم السلام في نفسه، والرسول يقول: السلام عليكم أدخل. أخونا يقول: وعليكم السلام في نفسه، وولده ذكي: يا أبي رسول الله، يا أبي أجل رسول الله. يقول: اسكت خليه يسلم علينا، ما نشبع بسلام الرسول. فسلم الرسول ما سمع إذنا فعاد أدراجه، وإذا بالربيع يخرج يضحك: يا رسول الله يا رسول الله فداك أبي وأمي حتى ترجع، إنما أحببنا أن تكثر من السلام علينا. يقول أحد التابعين: طلبت هذه الفضيلة 40 سنة وما حصلت عليه. 40 عام وهو يأتي إلى بيوت أصدقائه ويتمنى أن يقول له ارجع، فيرجع ضاحكا مستكبرا طاعة لله. قال: ما حصل، كل ما نستأذن نقول يدخل. نريد يوما يقال ارجع
فنرجع وأنا مطمئنة. 40 سنة يحاول أن يفوز بهذا الكمال وما قدر له. فلماذا هذا الاستئذان؟ خشية أن تقع عين العبد على امرأة يفتن بها قلبه. قد يجد على حالة غير صالحة بادية الشعر وإلى النحر. وإياكم تسمعوا للضائعين عندما يقولون كل هذا وسواس، وهذا القلوب طيبة والنفوس طاهرة. ما في شيء. يضحك معها، يتمرغ عليها، يلعب معها رياضة. أبدا. قالوا قلوبنا قلوب ملائكة. تصدقون يعني؟ تصدق عقرب تقول عقربنا أسلمت. أبدا. تلعب على الأطفال وعلى الطول وهم ما تصدقهم أبدا. العقارب أسلمنا. كذلك الرجل الغريزة الجنسية، كيف يعقل أن يلتقي رجل بامرأة في خلوة ولا يخطر على بالهم الفاحشة أبدا؟ والله ما كان. انتبهتم؟ لأن الرسول قال والذي نفس محمد بيده ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. خليهم يصدقوننا ويقول أنا مشيت مع فلانة وإلا سبحت معها وإلا تغدينا في الغرفة وحدنا وهي أجنبية، ثم ما تذكرت أبدا شيء اسمه الجماع. جيبوا لي واحد لكن يصدق. والله ما يوجد أبدا. لما؟ لأن الشيطان موجود، وهذه هي المصيدة. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثه. أنتم الصالحون خذوا من أنفسكم. كذا ولا لا؟ هل ترى المرأة في الشارع وإلا في أي مكان وما يخطر على بالك شيء ما تذكر الجنس؟ اسمها أنثى. وهي كذلك أيضا إذا رأت الذكر هذا شأنها. حتى الحيوان مع الحيوان نقاوم الطبيعة نكذب. إذن فهذا الاستئذان المفروض علينا فرضا. العلة فيه ماذا؟ حتى إذا استأذنا ربة البيت تتستر تتحجب تلقي حجابها تعمل كذا تتحفظ ويدخل المؤمن. أما مفاجأة هذا نحن ما نقول كل من دخل مفاجأة زنا، ما قلنا هذا ولا قال القرآن. لكن إذا وقع هذا واحد في الألف يجب أن يوضع له حد. ممكن 1000 واحد يدخلون وما يقع شيء، لكن قد يوجد واحد يفتن بالمرأة ويعلق حبها في قلبه. كيف نداوي هذا المريض؟ هذا المريض يهلك ويفسد علينا الدار والبلاد. فلا بد إذن من وقاية من أول أمر. ففرض الله الاستئذان وأذن لنا في البيوت غير المسكونة أو العامة كالمقاهي والفنادق لا بأس لأنها مطلقة. أما بيت ستر للمؤمن يستكن فيه ويسكن فيه وتهدى في قلبه اسمه المسكن لا يدخله أحد إلا بإذن. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وكلمة تستأنسوا فيها من الآداب ما فيها، حتى تكونوا من نوع الإنس لا من نوع الحيوان، لأن مهاجمة البيت حيوانية. حيوان يضرب الباب براسه ويدخله. فلا بد من تلطف العبارة ووقوف إلى جانب الباب واستئذان حتى يكون الإنسان يحقق آدميته وإنسيته. سابعا هذه كلها أسباب واقعة حتى ما نقع في الفهم. هذا الغرض منها. أمر الله تعالى المؤمن والمؤمن على حد سواء بغض البصر، وهي وسيلة من أنفع الوسائل والله العظيم. العامة يقولون عين ما ترى وقلب ما يوجد.
ما هناك ما أحسن من أن لا ترى. السلامة كلها في أنك لا تنظر، ما في أسلم من هذا الباب. فنزل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الغض الخفض والإغماض، فإذا الإنسان ما نظر إلى المرأة ولا وزنها ولا قاسها سلم، لكن إذا فتح عينيه وتأمل نظر عامدا سهم ضربه به الذكر. قالوا سبب نزول هذه الآية كان أحد المؤمنين في المدينة يمشي في الشارع، والقرآن نزل كما عرفتم بحسب الحوادث، ونظر إلى امرأة وأخذ ينظرها وتنظر إليه وهو يمشي حتى ضربه جدار فشج جبهته، يمشي يطالع مجذوب نحوها حتى اصطدم بجدار شق جبهته، سال الدم، قال والله ما غسلت دمي حتى يكون الرسول قد أفتاني. فنزل القرآن يسبقه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فما أصبح يحل للمؤمن أن يفتح عينيه وينظر. انتبهتم؟ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن كذلك. كلمة من هذه للتبعير، لأنك ما تستطيع تغمض عينيك دائما، لما تمر أو تراها على النافذة حطها أخذ أجفانك، وهي كذلك. هنا نعالج القضية معالجة واقعية. لما يقول فلان الحجاب ما هو شريعة والحجاب عادة والحجاب كذا، واختلف الناس، انتبهتم ولا؟ وخاصة أصحاب الشهوات والذين يتبعون الشهوات من سورة النساء. قبلها وأحسن. معنى الآية الذين يريدون الشهوات ويعيشون عليها يريدون أن نتبعهم في ذلك لنميل الميل العظيم. فعندنا المرضى صنفان: مريض بشبهة ومريض بشهوة. انتبهتم؟ قد أكون أنا، هذا لا يتنافى مع الإيمان، مريض كذا ولا لا؟ بعض الناس يمرض بالشبهة في دينه في عقيدته، فهو مريض بالشبهة، ينبغي أن يعالج وتزال هذه الشبهة بالسؤال والجواب، تزول بإذن الله. وآخر مريض بالشهوة، ما رأى امرأة ولا سمع صوتا إلا تحرك، مريض. هذا الذي يتتبع الفاحشة لمرض به يحتاج إلى علاج ودواء حتى يزول. فالذين يتبعون الشهوات يريدون منا أن نميل ميلا عظيما. فنقول الأمر واقع، صدر الأمر الرسمي العلني لكل مؤمن ومؤمنة أن يغض بصره. كيف نطيع الله الآن؟ أمر صعب. إذا نحن سمحنا لنسائنا وبناتنا ولرجالنا أن يختلطوا، أسواق عامرة، مصانع عامرة، شوارع عامرة، ما في أبدا إلا النساء والرجال مع بعضهم بعض. إذا أردنا أن نطيع الله معناه أننا نطلب المحال، ما هو ممكن. مشكلة وإلا لا؟ مشكلة اجتماعية خطيرة هذه. الذين يتبعون الشهوات قالوا نعالجها. كيف؟ قالوا عندنا حلول. ما هي؟ قالوا الحل الوحيد، وهي قضية تضحك النمل في قراه والنحل في خلاياه، قالوا أننا ننزع الحجاب ونعود البنات على البنين
ونجري حتى تجارب ونقتل هذه الغريزة في النفوس حتى يصبح الرجل مع المرأة يمشي معها يصافحها يضم إلى صدره يبيت معها ما يخطر على باله. شبهتم؟ قالوا هذه هي الفكرة السليمة السبيلة. أما حجاب وغض بصر وتخوف دائما يهيج النفوس ويجعل الناس دائما في هيجان. ما هناك قالوا ما أحسن من أن نسمح بالاختلاط العام. ثبتم؟ وحينئذ ما تقع فاحشة ولا زنا. الناس نظروا شاهدوا لمسوا شابعوا. هذه النظرية مقدسة عندهم، بدأت في أمريكا ووصلت إلى ديارنا، ولها رجال ويحملونها ويعتقدون أنهم على حق، يستطيعون يجمعون الشابات والشبان في الغابات في الجبال في المسابح في الكشافة، قالوا حتى تموت هذه النعرة أو النزغة ويسلم المجتمع. ما هناك حجاب ولا حد يقام، الناس ملائكة. هذه قضية مضحكة مسخرة، مهزلة، لأنها جربت في الدنمارك في السويد في النرويج في أمريكا، وما زادتهم إلا تكالبا على الجريمة حتى يأتوها في الشوارع وأمام المنازل. يعني ما خففت من الرغبة في النساء أو في الرجال، وأصبح الرجال والنساء لا يتحرك لهم متحرك ولا يخطر لهم على بال. جربت بالفعل في غير ما بلاد، نجحت؟ ما نجحت، بل كانت نتائجها عكسية. عندنا تجربة عملية، الشخص الذي يعتاد الأكل ما يشبع، يبقى دائما ملهوف. شبهتم؟ هذا الذي يستأنس بالمرأة ويلعب معها ويمشي معها بلا حجاب ولا مانع ولا ما يصبر عليها ساعة، ما يشبع أبدا. فكانت النتيجة عكسية ولا لا؟ بخلاف الذي ما يراها ما تخطر على باله، وهذا شيء مجرد. فقلنا لهم يا جماعة النظرية فاسدة، استحوا أن تقدموها لبلاد الإسلام، ما تصلح، إذ نتائجها عكسية تماما، إشاعة الفاحشة. فما دمنا نعترف للشعب بالكرامة والإسلام يجب إذن أن نساعده. كيف نخلص من هذه المحنة؟ هل نرضى أن نعيش طول حياتنا فاسقين بهذا الأمر الإلهي؟ كيف؟ ما نستطيع، نموت على كبيرة على معصية الله. فما هو العلاج؟ نظرية هذه عبدة الشهوات قلنا فاسدة، لا تقف أمام برهان ولا دليل. يبقى النظريات الإسلامية ما هي؟ أولا يجب أن يخص السيدات بأماكن خاصة والسادة الرجال بأماكن خاصة، بمعنى لا اختلاط أبدا، لا اختلاط أبدا. بيت الرب في المسجد آخر المسجد محجوز بسياج للمؤمنات، أبوابهن خاصة يدخلن ويخرجن معها. المصانع إن كنا أهل مصانع وعندنا طاقات ما نبددها، مصنع خاص بالمؤمنات، مديرة للشغل أو العمل وكاتبة ومراقبة وحاسبة وعاملات شغيلات، والمصنع للنساء لا للرجال، ومصنع الرجال يقابله. انتبهتم؟ مستشفياتنا إذا كنا قادرين فمستشفى النساء غير مستشفى الرجال، وإن اقتصدنا رواق وجناح النساء غير جناح الرجال.
والممرضات يعالجن النساء ويمرضهن، والممرضون من الرجال يداوون الرجال ويمرضهن. والطب يجوز بالشرع، إذا احتجنا إلى طبيب رجل لا بأس أن يداوي النساء، احتجنا إلى طبيب امرأة تداوي الرجال ولا حرج. أما التمريض لا، والاختلاط لا أبدا. أسواقنا قلنا نحن أمة متحضرة وسابق الزمن وإذ نلحق، نعمل سوق الخضرة للنساء، خضريات يبيعن الخضرة، والمتسوقات نساء، سوق النساء تدخل المرأة تشتري والبائعة امرأة. هذا إن رقينا رقي وأصبحنا نقفز قفزات حتى نسود وننشر الهدى بين الناس، لأننا نضطر رجالنا دائما في الغزو. تبهتم، نحتاج إلى النساء. نشغلهن بهن من البيوت إلى العمل، لكن في هذا النطاق بلغنا من الحضارة مبلغ كبير. كيف؟ والنساء ما يتنزهن، نجعل حديقة النساء والحارثة عجوز والمسبس معلقات على كتفها ولا تدخل إلى امرأة. قلنا المسابح تحضرنا وبلغنا الكمال، مسابح خاصة محجوزة بمباني رسمية والبوابة امرأة ولا يدخل إلا امرأة. في الشطوط اي نعم، الشط الفلاني وشيء رسمي والرشاش ايضا ما فيه تلاعب، لاننا اقوياء في كل شيء. وهكذا. واذا ما وصلنا الى هذا الحد فالمؤمنة مركزها دائرة عملها معروفة وهي المنزل. عجل في هذا النطاق هذا المؤمنات حقيقيات معلومات كثيرة في الجو معلوم، لأن عندها حقوق ما تستطيع تستوفيها. أنت ما تستوفي حقوقك الآن. لو تعبد الله عبادة كاملة ما تخرج الآن، ما تستطيع، لأنهم أرادوا العكس، فتح الباب للنساء. كادوا يقولون يا رجال أنتم احتجبوا، إيه نتبادل عام بعام حتى ما نلتقي أبدا في الشوارع ولا في المقاهي، سنة بسنة. هذا كله لازم لو أردنا أن نطيع الله، إذ نحن أمام أمر سامي. قل وقل. كيف نمتثل؟ لا بد من حيلة. كيف نمتثل هذا الأمر؟ نمتثل بحجاب الرجال أو النساء، واحدة من الاثنين. لكن هل من المنطق والذوق أن الرجولة والفتوة والقوة التي تبني وتشيد في الدنيا نحجبها ونعطلها، والمرأة الضعيفة العاجزة ذات الحمل والأولاد والعاطفة واللطف هي التي نسمح لها تتعرض للشمس والبرد والمصنع والفحم؟ هذا فساد في الذوق، هذا مضاد للفطرة. انتبهتم؟ وإن قلتم أو قالوا أوبا، بلغنا أنهم يندبون الآن يصرخون. المرأة تبكي، تجري 8 ساعات في الماء. هذه المرأة الأوروبية رجليها في الماء والله 8 ساعات تشتغل، ما تستطيع تخرج من ديرها تمسح لعابها وإلى مقاطعة في البلد. هذه المرأة التي تريدون أن تكون مثلها المسلمة. انتبهتم؟ من أجل قوس العيش، من أجل الخبز، لأن الاستعمار الأوروبي انتهى. الآن ما هم يعملون من أجل أن يستردوا مكانتهم، من أجل الخبز فقط. وهل من أجل الخبز نبيع المؤمن بهذا الرخص 8 ساعات وجهة في الماء؟ تعود إلى البيت تطلع على الفراش كالطبل
لا تعرف رأسها من رجلها، ما عرفت زوج ولا ولد ولا طعام. هذه حياة المرأة المتحضرة اليوم. فسبحان من أعطى المسلم ما أعطاها من كمال، جعلها سيدة بمعنى الكلمة، تأمر وتنهى، ربة منزل، ملكة القصر، ورجل يخدم ويشتغل ويقدم بين يديها. تفهمتم؟ وتنشئ الأولاد وتخرج الأجيال وتعتز بأبنائها وتعتز بكرامتها وصلتها بربها. فنريد أن نضيعها، نجعلها صعلوكة من صعاليك وأحلاك المقاهي. هذا هو حقوقها. ومع الأسف نسمع من اليوم رجالات ونساء في العالم الإسلامي والعربي بالخصوص يطالبون بحقوق المرأة. نحن الآن نطالب بحقوق الرجال. أين المحامون الذين يدافعون عن الكرامة؟ إن الرجال ضاعت حقوقهم، لما ما ننتصر لهم؟ ثم إذا كانت اليهودية المقيتة أو النصرانية المتعفنة أساءت المرأة أو أهانتها أو ضاعت كرامتها أو عدتها حيوان نجدا وكان لا يسمح لها أن تقرأ الإنجيل، ما نجي نتمسح بالإسلام بهذا. الإسلام ما قال المرأة حيوان نجد، كل ما قال الإسلام الاختلاط فقط، ما قال أكثر من هذا. وقاية للمجتمع، حفظ للكمال البشري. زاد على أكثر من هذا؟ الجماعة ما وجدوا ما يفعلون الآن، يبحثون عن قضية الميراث. من المرة للمرة نسمع زعيم وإلى رئيس يطالب ويقول لا بد وأن نحقق هذا، هدف من أهدافنا السامية. قال ما نموت حتى نصل إلى هذه الحقيقة. الله أكبر. ماذا بنيت؟ ماذا حققت؟ قال ما أنا بمستريح أبدا، وأرجو أن لا أموت حتى نجعل المرأة كرجل في الميراث. مسكين، مخدوع، مغرور، مصاب في عقله، مريض. يا عبيد الله، هذه قسمة الله قسمها من فوق 7 سماوات، ونزل بها كتابه وآمن بها الأجيال والمؤمنون. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أنت تقول هذه المساواة، هذه المساواة في أي شيء؟ في الإرث. لما تطالب بها معنى ذلك أنك تتهم الرب بالغلط والإجحاف، وتتهم الإسلام والمسلمين بلايين الحكماء والعقلاء بأنهم كانوا واهمين وغالطين، وتريد بما عندك من السلطة ولن يصل أبدا. كل من يقف هذا الموقف سوف يخزى وتتوالى عليه لعنات الظهر إلى جهنم. انتبهتم؟ عندما يكون عندك مالك الخاص أعطي ما تشاء، أما أن تتدخل وتلعن نفسك لعنة أبدية. أنت الآن فرضت هذا، غدا تموت ويمحى هذا الأثر. ماذا استفدت غير لعنة الدهر؟ لما تتدخل في هذا؟ فالمرأة كانت تحرم من شيء اسمه حق إرث، فجاء هدى الله، جاءت رحمة السماء لتعطيها النصف، نصف التركة. ما عرفت هذا مرأة في دنيا البشر قبل الإسلام. وتعطيها أحيانا الثلث، وتعطيها الربع، وتعطيها السدس، وتعطيها الثمن. ولما هذا ما هو خطط عشواء، هذا الحكيم هذا الذي يعطيها مرة النصف كامل.
ومرة ينزل بها إلى الثلث، مرة إلى الربع، مرة إلى السدس، مرة إلى الثمن. هذا معناه أنه حكيم يضع الأمور في مواضعها، يدور مع المصلحة كما تدور. انتبهتم؟ هذا ما هو وضع البشر كفرائض ولا مواليد، وهي في الحقيقة هذه ذيلية، خدمة للغرب وجري وراء الملاحدة، لا أقل ولا أكثر. فلهذا عندما يبقى الإنسان يستبشعها بشعة عظيمة. ما دخلك أنت في هذا الباب؟ إذن تعطى النصف إذا مات مورثها ولم يكن له عصبة سواها، تأخذ النصف. كذا تأخذ الثلث لأنها أم مات ولدها، تأخذ ثلث تركته إن لم يخلف ولدا ولا بنتا. فإن خلف ولدا أو بنتا هما أحق بهذا الثلث، تأخذ الثلث فقط لأن أولاده أحق بهذا. كانت زوجة ومات زوجة وما خلف لا ولد ولا بنت، تأخذ الربع. لكن إذا خلف أولاد سوف يشتغلون عنها ونفقتها واجب عليهم، تأخذ الثمن. وهكذا كل شيء في موضعه. يعجز العقل البشري عن هذا التقليد، والله ما وصلت إلى عقول البشر أبدا ولن تصل. فيجيء مقلد يقلد اليهود والنصارى ويقول لا بد وأن تكون المرأة مساوية في الميراث للرجل. لما؟ كفرنا يعني؟ أعلن عن الردة؟ إذا قالت الأمة ما نريد هذا الإسلام وأصبحت كل علقت صلبان في أعناقها لا بأس. أما أمة مسلمة عار يا عبد الله تتدخل بهذا، ما هو شأنك، لا علاقة لك بهذا الباب أبدا. تموت غدا والقرآن يبقى والأمة مسلمة باقية. لما ما ينتبهون؟ فالشاهد عندنا في أن المرأة مكرمة في الإسلام، حقوقها والله ما عرفتها أمة من الأمم، ولا نالت حقوق المرأة فيها كما نالتها في الإسلام. مهما نالتها أعطاها الله ربها، هي أمة الله ونحن عباد الله. المرأة التي يجب أن ينفق عليها الزوج، ويجب أن لا يستخدمها إلا فيما يبيحه العرف أيضا، ما يشغلها أيضا فالطين والتراب إلا إذا رضيت بنفسها. إن نجي نقول نطالب بحقوقها ما نستحي. الإسلام هضم حقوقها. كل مسلم، أنا أقول في ملتقى المسلمين، كل مسلم أو مسلمة يغفل أو يجهل ويقول نطالب بحقوق المرأة في الإسلام فهو كافر من حيث لا يدري، لأنه يتهم شريعة السماء بأنها نقصت حقوق الإسلام، حقوق المرأة، ويجي طالب بها. هذا تطالب به اليهودية والنصرانية والشيوعية المهزومة. أما الإسلام فرغ من هذا الباب. نعم، إذا ضاع حق مؤمنة يجب أن تنصف. مؤمنة ذا يؤخذ حقها في التركة ربعها ثمنها سدسها، تقف الدولة كلها إلى جنبها حتى تستوفي حقها. مؤمنة ينتهك عرضها يضيع مهرها، تقف الدنيا كلها معها حتى تأخذ حقها. أما حيلة نطالب بحقوق المرأة ونحن نطالب بماذا؟ بالعهر والفجور والسفاح والزنا والمساواة. هذه الحقوق يضحك على من؟ علينا نحن، على أهل القرآن. وليكونوا ما شاءوا في بيان وبلاغتهم كلمات هورا نسخر منها، وأغلبهم يجهلون الإسلام وما يعرفونه أبدا إلا جماعة خاصة واسطة شر بين ديار المسلمين والعالم الإلحادي، ينفذون مخطط ماسوني معروف. أما أغلبهم جهال ما يعرفون ما الإسلام. كم المرأة تكتب وتشتكي. قلت لكم حضرت مؤتمر الشباب العربي في ليبيا، وإذا بمرأة لا أقول من أين
من مجتمع كنا نظنه ما زال متأخر، وهي تأخذ مكبر الصوت وتبكي على حقوق المرأة المهضومة وتطالب بها. يا عجوز، ما هي حقوق المرأة التي ضاعت؟ علمينا نريد أن نعرفها. كلها تدور حول ماذا؟ يلزم هي التي تملك الطلاق، ونمسخ يعني ننعكس، نعطي القيادة للمرأة. هذا هو السفه ولا الرشد؟ هذا قيادة البيت تأخذها مرأة؟ يمكن يجوز؟ ما نستطيع. الزوج دفع ماله 10,000 ريال وإلى 1,000,000 فرد، فهو الذي يفكر في قضية الطلاق، هو الذي تؤذيه. أما إذا أعطيناها بيد الطلاق كل 10 أيام متزوجة، إن بالغنا كل سنة تأخذ 1,000,000 مهر، كذا ولا؟ لكن الزوج عندما أعطاه الله حق الطلاق وملكه إياه يفكر فيه قبل أن يقدم عليه، لأنه إذا طلق معناه أضاع جهده 10 سنوات يجمع فيها بالفلس، فهو إذن أكثر حفاظا على هذه الآصرة أو هذه الرابطة. ومع هذا الإسلام ما هو كما يتصورون. أيما مؤمنة تؤذى يتسلط عليها أوقف يمتصها متعفن مجرم تقدم شكاتها للحاكم المسلم ويطلقها، يرفع الأذى عنها أو يطلقها. ما يرضى الله لأمته أن تعيش معذبة مضطهدة أبدا. ولكن لا نسمي هذا أن المرأة تملك الطلاق بهذا الإطلاق. في حالة المؤمنة تتزوج شخص فاقد العقل والأخلاق والآداب والإنصاف، يرهقها يضميها يعذبها يقطع أنفاسها يؤلمها، ما يسمح ربي أن تبقى تحت هذا العبد أبدا، يمتص لها القضاء الشرعي ويطلقها منه. لكن إذا كانت هي الظالمة تظلم وتجي تقول له انطلقوا، كيف يعقل هذا؟ ثم ما من حق عالم يتدخل في أشياء قد أبتها الله وانتهت. نتدخل نحن القضاة والمصلحون في تهذيب الأخلاق، في تمكين الروابط، في تثقيف الناس وتوعيتهم ليعيشوا على الحق والعدل والخير والإنصاف، لا على البربرية والهمجية والفسق والتعالي والغطرسة. هذا واجب. لو كنا مسلمين كما قلنا على كل أهل القرية يجتمعون كل مساء هذا الاجتماع طول العام للتهذيب والتربية والتوجيه، لأن أمة يجب أن تحيا حياة كاملة. فالجهل هو الذي أضر بنا في الواقع. حقيقة يوجد بعض الناس ما يستحقون المرأة أبدا، كل مرأة أنت حرام وأنت طلاق وأنت بكذا، كلام بذيء، يا فاعلة يا كذا، أفسدها أضر بها. هذا يجب أن يؤدب. العالم الإسلامي الذي استعمل، نعم، وهذا الوجه الحقيقي للناس اللي غلطوا في حتى القادر. نعم، الناس أضاعوا دينهم، أضاعوا، نعم، وظلموا أنفسهم، نعم، وظلموا بعضهم، نعم، وظلموا نساءهم، نعم، وهو كذلك. فجاءوا الزعماء هنا وغلطوا ظنوا هذول الناس مسلمين. أي هذا وهم. هذول الناس يعني غلطوا وظلموا أنفسهم. نحن نقول للنصارى لسنا بمسلمين، لا تتهموا الإسلام بنا، لا تنظر الإسلام من خلال وجودنا نحن. ثباتم. هم يظنون أن الإسلام هو الذي فعل هذا، ونحن نقول الإسلام لما غاب حصل هذا. وأكثر الشكاية في المحكمات من عند ناس لا يصلون ولا مؤمنين بالاسم بل مسلمين، وهو كذلك. نعم. وجاءوا الزعماء قبل أن يعرفوا، ولكن الناس مسلمين يا ناس، هذا ما يعني مش مؤمنين يدعوا وهو كذلك. والحقيقة لا يظلم. صدق. ولهذا الواقع الذي نطالب به أن يعنى بعقائد الأمة وأخلاقها وتربيتها، يخصص لها الأندية والمساجد، وتنشأ معاهد لتخريج المرشدين، وتحمل الأمة بالسلاح على أن تتجمع وتتعلم. هذه الأمة التي تريد أن تنهض وتحتل مكانها، وبذلك تنتهي هذه المفاسد من نفسها تلقائيا. لكن وجدوا كما قلت وضعا متعفنا فاسدا وأخذوا يتخبطون فيه، ما عرفوا من أين يبتدئون.
البداية من القلب. ابدأونا من قلوبنا أصلحوها، فإذا صلحت القلوب استقامت الجوارح وانقادت. أما القلب تزيده دمارا وتعفينا، والجوارح كسرها تحطمها ما تستقيم أبدا. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بدأ رسول الله دعوته بالقلوب 13 سنة، 10 سنوات فقط، يعود النفوس أن تطمئن إلى أنه لا إله لها إلا الله، حتى أحبته وعرفته وامتلأت صدورها، فطلبت طاعته فقدمت لها، فتسابقت فيها وتنافست. حقيقة مشكلتنا مشكلة، ولهذا ننصف أحيانا ولا نلوم أكثر، وهو الواقع. إذن فمن الأسباب الواقعة غض البصر. واسمع القرآن يقول: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبناء بعولتهن، أي أزواجهن وأبناء أزواجهن. وهكذا سلسلة المحارم. واستثنى الشيخ الكبير الخريف والمعتوه الأحمق الذي ما يعرف من النساء والطفل الصغير، فليس عليهم جناح. انتبهت؟ وقال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. المرأة إذا خرجت وفي يديها أو رجليها حلي يجب أن لا تتعمد ضرب الأرض حتى ما يسمع صوت حليها، حتى لا تفتن قلبا. الآن بالكعب الكبير في المدينة يسموه. انتبهت ولا لا؟ الشاهد عندنا. وأخيرا يقول: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم. هذا الأمر للأمراء، للحكام، لجماعات المسلمين. أنا أقول يجب على كل بلدية، رئيس البلدية أن يطالب ببند من مصاريف البلدية. هذا البند خاص بمساعدة الشبان على الزواج. كل شاب يريد أن يتزوج نعطيه بالة سميد كما نقول، ونعطيه كذا من القماش، ونعطيه كبش أيضا مساعدة حتى يتزوج. كل بلدية يكون في هذا البند. لما؟ امتثال لأمر الله. أنكحوا الأيام، زوجوهم، لأن وجود شبيبة غير متزوجة خطر على الطهارة والمجتمع. انتبهتم؟ هذه الدولة الإسلامية التي نبكي عنها. كل بلدية تطالب من الميزانية العامة ببند خاص المساعدة على تكوين الأسر، لأن الشاب يعيش 25 سنة ما يجد مال يتزوج به خطر في بلادنا، سوف يقضي على شرفنا. شاب متعنسة في عمر 25 ما تزوجت، كيف تعيش هذه؟ نخاف أن تعظنا. فلا بد من التعاون بين رجال الحي أو إدارة البلدية ورئيس البلدية، وهم يعرفون العائلات والأسر، وأيما شخص يحتاج إلى النفقة فقط ما وجدها يساعد، من الزكاة، من صندوق البر والإحسان. هذه تعاليم الله: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. قال عمر: أنا أعجب لفقير لا يتزوج. فقير ما يتزوج لماذا؟ ما يحب الغنى. وصدق عمر وصدق الله قبله. نعرف الشخص في القرية يعيش عازب 20 سنة وهو يأكل عندي وعندك، يشحت. يوم ما يتزوج يشعر بالمسؤولية ويبدأ يلتقط الحب ويبدأ يشتغل في الطوب وهكذا، ويصبح هو يضيف الناس ويطعمهم ويسيف له ويطعم مرأة وأولادها أيضا. وأيام كان عازب كان يأكل عندي وعند فلان. انتبهتم وإلا لا؟ صدق الله وإلا لا؟ إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. فالفقر ما يمنع من الزواج أبدا، بل قال عمر: عجبت لفقير لا يطلب الغنى من الزواج، لأني سمعت الله يقول: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. هذا وعد الله.
وقد جرب وصحب بالملايين المرات. إذا حللنا تحليل نفسي نستطيع نقول كان يعيش على اللا مسؤولية، والف يأكل من عند خالته وعمته وجده، لما يشعر أن تحته زوجة تقول الخبز يضطر إلى أن يدخل الطين مع الناس ويشتغل. كذا ولا لا؟ تحليل نفسي. لكن ما نبحث هذا البحث لأن الله قالها يغنيهم الله، وجرب تزوج إذا لم تستغني عن الناس. ليس معنى الغنى أن تكون عندك رصيد في البنك أو تملك عمارات، هذا ما هو غنى في الإسلام أبدا. الغنى في الإسلام أن تسد حاجتك، ألا تمد يدك، تسطو عورتك وتهيئ لك سكن تدخل فيه وتأكل طعام ولو الخبز والماء. أنت في غنى. الغنى غنى النفس. أما الثروات والأموال الطائلة ما هي لنا في الواقع يعني. وهكذا نجد أن الإسلام لما حرم الفاحشة وقال لا تقربوا الفواحش وضع لها الحلول، وضع لها الترتيبات حتى تمنع، وآخرها أن الزاني يعدم. إذا كان الزاني محصن حده الرجم بالحجارة تعبدا. يقول مغرض وإلا كيف بربرية وهمجية وتضربون بالحجارة؟ هم قاتلوا بقلع الأظفار وقطع الألسن وتكسير الأسنان وسلسجونهم في الشرق والغرب. ثبات ولا؟ ولما تجي قضية عادلة سماوية ما هي لنا، هذا حق ربي، عبد ربي، عبدنا نحن هذا، ربه أراد أن يقتله هكذا. قول لي ما تعترض على الله؟ يجوز عقلا هذا ومنطقا؟ أنت أرحم به من الله؟ في حين أن هذه وحدها تمنع هذه الفاحشة 50 سنة. انتبهتم؟ أنا فقط أوعي الأبناء لأنهم يسمعون من الطاعنين إيه همجية، إيه قطع اليد، كيف يرجم إنسان كرامته تهدر. انتبهتم؟ نقول روحوا سجونكم وشوفوا العذاب الذي يسلط على المؤمنين. انتبهتم؟ فهو كلام معروف ما نحفل به أبدا، لأننا على المركز الصحيح. قال الله لو تقوم الدنيا كلها تقعد ما تستطيع أن تكون أرحم من الله بعباده. والرسول يقول لله أرحم بعبده من العبد من نفسه، بالله العظيم. فإذا شرع الله هذا الشرع يعلو فوق عقول البشر. هذا كله من أجل أن يبقى المجتمع طاهرا، إذ نحن أمة الطهر. وصلى الله على محمد وآله وسلم. محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أستسمح الصالحين في هذه الإجابة العاجلة، فمعذرة ما بودنا أن نشغله عن النافلة، ولكن للضرورة أحكام. من استطاع أن يؤخر النافلة أفضل، والذي يحتاج إلى أن يصلي فليصلي، ولكن لابد من الخطأ. سائل يقول ما قولك في صلاة تحية المسجد بعد العصر؟ قال الخلاف فيها كثير، والجواب نعم، ورد النهي الصحيح عن صلاة النافلة في 5 أوقات: من بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، ومن ساعة أن تطلع إلى أن ترتفع قيد متر في السماء. وقت ثاني قدر متر فقط، لما هي تخرج من الأرض تشاهد من الأفق من الأرض تأخذ في الارتفاع قيد رمح متر أو 1.5 متر. ثالثا عندما يقوم قائم الظهيرة لما تصل الشمس إلى وسط السماء وتقف قبل أن تزول
تلك الدقائق 10 أو 9 التي تقف فيها ما تتحرك، ثم تكره النافلة 3 أوقات. في وسط السماء تقف، فإذا زالت دخل الظهر. لما يقول الزوال؟ لأن الشمس زالت من مكانها وهابطة. ومن بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، ومن اصفرارها إلى غروبها، هذه 5 أوقات. ما أجبت، 5 أوقات تكره النافلة فيها، بمعنى الوقت ما هو وقت تقرب إلى الله بالصلاة، بالدعاء، بالذكر، بالتسبيح، بقراءة القرآن. باب المقابلة مغلوق. انتبهتم ولا لا؟ المصلي يناجي ربه. هذه الأوقات قال ما عندنا مقابلة فيها، ما جوني. لما؟ لأن أوقات مشبوهة، خصومي وأعدائي يعبدون الشيطان في هذه الأوقات، فإذا جئتم أنتم تتقربون شابهتموهم، ونحن لا نريد أن تشبهوا أعداءنا. هذه الأوقات مسموح ما تناجون فيها ولا تدخلون عليه. كلام معقول ولا لا؟ 5 أوقات. يبقى تحية المسجد، هل هي مستثناة كالفرائض؟ الفرائض نصليها في كل لحظة، كذا ولا لا؟ إذا نام الإنسان أو نسي أو زال العذر نقوم نصلي في أي دقيقة فريضة الله. لكن التقرب بالنوافل لا. يبقى هل تحية المسجد واجبة لها حكم الفرائض تصلى في كل وقت، وإلا حكمها حكم باقي النوافل؟ فمن نظر إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، خاف كيف نصنع؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، حديث الصحيحين هذا. أنا سمعت. الآن نحن ندرس دراسة علمية، امشي معنا خطوة خطوة، ما تستعجلوا. أولا قلت هذه الأوقات 5 تكره فيها النافلة ولا لا؟ جئنا إلى الفريضة قلنا تصلى في كل لحظة. جئنا إلى القريب من الفريضة وهو تحية المسجد التي تأكدت بقول الشارع صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. هذا اللفظ إن أردت أن تشرح المادة تجدها عامة. كل من دخل المسجد، الإمام يخطب يوم الجمعة وإلا قاعد، الشمس طالعة وإلا، أمر في يدك قال صلي. انتبهتم الآن؟ أهل العلم من عهد عمر والصحابة إلى اليوم يقولون بالقولين. منهم من يقول تحية المسجد مستثناة تصلى في كل لحظة، انتبهتم؟ ومنهم من يقول لا، حكمها حكم سائر النوافل، ليست فريضة. الفرائض 5 صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله على عباده، فليس هناك فريضة أخرى، فهما داخلان في حكم النوافل، ولكل وجهته. انتبهتم ولا لا؟ فلهذا الذي يصلي عندنا ما ننهاه، والذي لا يصلي لا نأمره. هذا المذهب عرفتموه عني من قديم، كيف نسيتموه؟ الذي يصلي لا نقول اجلس خشية أن يقول الله أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ ما شأنك ويا خلي صلي لربك، لأنه يصلي لأنه خايف من قول الرسول لا يجلس. أنا ما عندي ما نقول له اجلس أبدا، خلي يصلي. وإذا جاء أخونا وتحرج من الصلاة وقال نهى رسول الله عن الصلاة في هذه الأوقات وكيف نخالف وجلس، ما نقول له قم صلي، لا أبدا، خليه. وهذا كلام معقول ولا لا؟ وفيه راحة كاملة ووحدة واجتماع
ولا نفرة ولا بغض ولا خلاف، تلقائيا اجتمعنا. لكن إذا كان على مبدأ فولتي وإلا أبول في الكانون، رأيي وإلا ما نقبل، هذه المحنة. انتبهتم ولا لا؟ لا تقول الشيخ كيف يتساهل هذا تساهل. نحن ما نتساهل في الحرام، في الشرائع، في التوحيد. أما مسألة لها دليلها كذا ولا لا، ما نستطيع نفرض على الناس وجهة نظر أبدا، لأن الذي ما صلى عنده دليل وإلا ما عنده دليل. قال عقبة بن عامر نهانا رسول الله عن الصلاة في 5 أوقات وعددها. فالذي معه هذا الدليل ما نستطيع نقول له أبدا صلي، ما نملك. كما أن الذي يصلي خوفا من قول رسول الله يجلس، ما نقول له ما نصلي أبدا. وعليه نجد أنفسنا متفقين ولا لا؟ ما دام ما تغضب إذا صليت ولا أغضب إذا لم تصلي أنت، اتفقنا إذن. والآن فيه اختيار، وهو إذا كانت الشمس صفراء تتضيف الغروب، الأفضل الأولى أنك لا تصلي لا تحية المسجد ولا أخرى، لأن الكراهة تشتد وتصل درجة الحرمة، لأن الشيطان وعبدة الشمس يتحفزون للسجود لها في هذا الوقت. والرسول قال لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها، انتبهوا. فهذه 10 دقائق ما نصلي، نبقى واقف ندور في المسجد، ما ندخل، وإن دخلت تعبت نجلس. أما إذا كانت الشمس بيضاء بعد العصر بساعة ونصف، شمس نقية بيضاء، عبدتها ما توضأ ولا جاءوا للمسجد، انتبهتم، ما زالوا في الشغل. هذا الوقت الأطيب أنك تصلي تحية المسجد، إذ ما فيه كراهة التشبه، انتبهتم. هذا بالنسبة إلى العصر. بالنسبة إلى الصبح، إذا كانت الشمس ما زالت النجوم بادية مشتبكة والظلام موجود والشمس ما أصفر ما وقع اصفرار ودخلت المسجد، صلي تحية المسجد لا بأس. لكن إذا بدأ قرن الشيطان، لأن الشيطان يدخل راسه ويظن العبد أنه حملها، تطلع على قرن الشيطان، انتبهتم. فهذا الوقت الذي يأخذ عباده ويتهيئون ويوصون في صفوفهم، لا ما نسي ما نصلي، يبقى الإنسان 10 دقائق ربع ساعة تطلع الشمس ويصلي، انتبهتم. هذا هو القول الوسط، أخذنا فيه بأطراف القضية، ما أهملنا الأدلة الموجودة. فمن وعي هذا وعمل به فهو في خير. ومن قال أنا من جماعة تصلي دائما، عندنا في المدينة قبل الغروب بدقيقة وهو يصلي، ماذا نقول؟ ما عندما نقول. وآخر يجي من العصر ويبرك على طول المسجد يجلس ما يصلي، والشمس بيضاء ولا محذورة. فنحن وسط، وندعو إلى الفرقة لا إلى الخلاف. وما نريد المسائل اللي فيها أدلة يتنازع فيها المصلحون، لا، لأن كل منا عامل بدليله يتقرب به إلى الله. الخلاف والنزاع فيما هو بدعة وشرك ومعصية مجمع على تحريمها، هذا الذي ما فيه مساومة، نفترق أو نختلف غير مهم، نحن مع الله. لكن في مسائل وردت فيها النصوص واختلف فيها الفقهاء ما نشدد فيها، انتبهتم أو ما فهمتموني؟ إذن احفظوا هذا. يقول السائل ما معنى الآية اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم؟ هل فما نزل غير ذلك؟ هذه لها علاقة بموضوعنا. ما معنى اتبع أحسن ما أنزل؟ يعني دائما اطلب الأكمل، انتبهتوا ولا لا؟ الآن فيما قررناه ما هو؟ يبدو لي أن الأحسن أننا نصلي إذا لم تصفر الشمس تحية المسجد،
ولم يقع اسفرار نكون قد صلينا واستفدنا. وإذا كان الاسفرار وإلا الغروب ما صلينا، لأن هذا الوقت كراهة شديدة والحرمة فيه قوية، لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها، إنها تطلع على قرني شيطان. فمعنى اتبعوا أحسن ما يعني خذوا بالأكمل في الأكمل، لكن لا إلى حد الوسواس والغلو. هذا المقام مقام صعب، انتبهتم؟ فقد يطلب الإنسان الأكمل يشددها على نفسه ويصبح يعيش على الوسواس والغلو. فلا بد من الاعتدال، بمعنى اطلب دائما الأكمل، اتبع أحسن ما أنزل. في حسن كذا ولا لا؟ الحسن ما هو؟ أنك تصلي الفريضة فقط، هذه فريضة الله، والنافلة ما هي واجبة. لكن الأحسن أن تصلي النافلة ولا لا؟ الفريضة فريضة واجبة، تقول أنا تكفيني ولك حق. لكن أحسن من هذا الحسن أن تضم إليها نوافل. هذا المعنى التقريبي لكلمة اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. يريدنا أن نأخذ بمعالي الأمور دائما، ما استطعنا أن نقفز عالي دائما أحسن من الرضا بالقليل في باب الخيرات والمسابقات. قال نحن جماعة ندعو الناس إلى الله، وبعد مدة من الزمان اتصلت مجموعة من الجماعة، انفصلت مجموعة من الجماعة، فمجزوا كل الجماعتين عند الله التي لا زالت تدعو التي تركت. يقول السائل كنا مجموعة من الصالحين ندعو إلى الله، ندعو عباد الله إلى الله واسطة. ثباتهم وإلا لا؟ ربي عنده عبيد وضاعوا عنه خرجوا عن طاعته، نحن نستألفهم حتى نردهم للخدمة ويثيبنا هو، رجعنا له عباده، كذا ولا لا؟ هذا عمل جليل وشريف. قال وإذا بالشيطان يلعب بنا ويقسمنا قسمين، جماعة تركت الدعوة وانفصلت، وأخرى ثبتت. الجماعة التي تركت الدعوة انقطع أجرها، انتبهتم؟ والجماعة الماضية في طريقها أجرها ماشي، فإن واصلت سيرها فأجرها كامل، وإن انقطعت والعياذ بالله مصيرها مصير الأخرى. ولا ينبغي لعبد يعرف الطريق ويمشي أيام وبعد يرجع، عيب هذا. انتبهتم؟ الذي عرف الطريق ومشى معه ما يرجع، هزيمة للشيطان، هزمه. من فعل خيرا يواصل لا يقطعه، ولهذا نسأل الله أن لا يردنا على أعقابنا وأن يمضي لنا هجرتنا. أما الإنسان يمشي أيام بعد يتراجع، لا، الثبات ما ثبت، ما عمل بقول الله تعالى وتواصوا بالصبر. يقول لماذا حرم الرسول الذهب والحرير؟ حرم الرسول صلى الله عليه وسلم الذهب والحرير على الرجال لا على النساء. النساء يلبسن الحرير ويلبسن الذهب للزينة، لأن المرأة تتحلى لزوجها حتى تحصنه، فأباح لها الشرع الذهب والحرير كوسيلة حتى تملأ عين زوجها وتكفيه، ما يطلع إلى غيرها وتأتي مصيبة الفواحش. أما الرجال فهم شجعان وأبطال ومجاهدون، كيف يلبسون الحرير؟ ينعمون ويضيعون. ولهذا والذهب جوهر كريم أيضا ما يلبسه الرجل. على كل حال قد نعرف العلة وقد لا نعرف، نحن يكفينا أن الرسول منع نمتنع، بدليل كم قانون تسنه الدولة. سألتم لماذا؟ قولوا سألتم؟ ما نسأل، قالوا ممنوع ممنوع. فكيف إذا حرم الله والرسول؟ ما في حاجة نقول لماذا. إن عرفت العلة بها ونعمت، ما عرفت يكفي أن الله امتحنك ابتلت، مع أن العلة ظاهرة، التكسر والتخنث والزينة لربات الخدور. أما أرباب المحارف والسيوف كيف يلبسون الحديث؟ من يقاتل إذن؟ من يحرس؟
صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. الله.